بعد صراع من التعب في حياة أحمد، الله يرحمه ويصبر أهله يا رب. حياة من التعب عاشها أحمد بعد ما ربنا قدر له ورجع بمعجزة من الموت، بعد ما ودع زمايله من أيام، وبعد ما كان من أيام مع إبراهيم فايق بيحكي عن الحاجات اللي اتغيرت في حياته بعد رجوعه من الموت حرفيا. وده مش مبالغة ولا احنا بنأفور، لا ده على لسان الدكاترة والأطباء نفسهم قالوا إن دي حاجة معجزة، حاجة معجزة طبية، إن شخص قلبه توقف ساعة ويرجع تاني للحياة. ربنا اداله فرصة يرجع بقى للحياة، يصلح بعض الأخطاء زي ما قال أحمد نفسه، وقال إنه قرب من ربنا أزيد. سمعت فيديو النهاردة الصبح لأحد الأشخاص على السوشيال ميديا، قال إن أحمد كان بيتواصل معاه علشان خاطر يساعد بعض الحالات. الشخص ده بينزل حالات على صفحاته وبيقول الأشخاص دي محتاجة واحد اتنين تلاتة، محتاجة 1000 جنيه، محتاجة كذا، محتاجة بيت، محتاجة إيجار، أيا كان. كان دخل معاه الكابتن أحمد ربنا يرحمه يا رب، وعرفه بنفسه، رجل شديد التواضع. قال له انا فلان الفلاني بلعب في فيوتشر ومنتخب مصر. وكان وقتها، واللافت للانتباه، الكابتن احمد وقتها كان عنده مشاكل وضغوطات في الحياه وفي مجال عمله. يعني كان عنده ساعتها مشاكل مع الكابتن حسام البدري، كان عنده مشاكل في انضمام للمنتخب، حاجات زي كده. ولكن برغم كده، حب الخير او الانسان اللي فطرته سليمه واللي سايب بينه وبين ربنا باب مفتوح، ده لازم ربنا يكرمه. مش بالضرورة أكون أنا زي الإمام الغزالي ولا الشيخ الشعراوي وبصلي الخمس فروض وبصلي السنن وبحج وبعتمر وبعمل كل حاجة في الحياة علشان خاطر يعني الناس تنتظر مني إني أعمل خير. لا، ممكن أكون مش ملتزم في بعض حاجات، ممكن أكون مقصر في الدين، ممكن أكون مقصر في حاجات أنا مش بنكرها، ولكن أنا مقصر فيها. لكن انا سايب شعرايه، سايب باب مفتوح بيني وبين ربنا، بعمل خير. لو شفت طفل بيعيط بيصعب عليا، بشوفه بيعيط ليه، برحم حيوان، قطه، كلب، لو شفته تعبان، لو شفته عطشان، لو طلعت من لساني كلمه بتاذي حد بحاول اعتذر للشخص او الحد ده. فانا سايب بيني وبين ربنا باب مفتوح. فان لم يستطع فبلسانه. يعني انا لو حتى مش بعمل الخير بايدي او بسعى فيه، فعلى الاقل لو تعرضت لموقف وشفت حاجه وحشه قدامي، لو مش هتدخل حتى من جوايا بقول ان دي حاجه غلط، دي حاجه ما ترضيش ربنا حتى ولو بلسانه. فمهم جدا ان الانسان يسيب بينه وبين ربنا باب مفتوح، حتى لو هو مش شخص ملتزم بالمعنى اللي احنا فاهمينه، ملتزم بالمعنى ان انا بعمل كل حاجه صح والا ما اعملش خالص بقى، لا. دي الحاجه الاولانيه. النقطه التانيه، ان ربنا زي ما قلنا ادى لاحمد الفرصه ان هو يرجع ويصلح اخطائه. النقطه التانيه، انا يعني الشخص اللي يزعل ناس او يستسهل كلمه ممكن تاذي وتضر حد، ده شخص ظالم، ده شخص قاتل، ده شخص كان سلاح في لعبه القضاء والقدر. كل حاجه في الدنيا قضاء وقدر. احمد الله يرحمه مكتوب له ان هو يموت صغير في السن ده. تختلف الاسباب مش هتفرق، تعددت الاسباب والموت واحد. ربنا كان بيكلم ملك الموت وقال له فبعزته وجلالي يعني جعلنا لهم يعني اسبابا في معنى الكلام، يعني او معنى الحديث القدسي. يعني هجعل لهم اسباب مختلفه، اللي هو بمعنى الكلام انها تخليك تنسى ان انت اللي ازهقت، او انت اللي اخدت روح عبدي. يعني لو لك لا ده مات وهو بيعدي الشارع، ده مات وهو عنده مش عارف كذا، ده عنده كذا. الاسباب كتير، مش مهم الاسباب خالص. لكن القضاء والقدر ان انت هتموت في السن ده. الشخص اللي يستسهل فكرة ان هو ممكن يقتل انسان ولو بالكلمة، فده شخص ربنا يعافينا. ربنا يا رب ما يجعلنا الشخص ده في يوم من الايام. انا ممكن اقتل شخص بسكينة وانت قضاء وقدر، هو كان مكتوب له يموت في اللحظة دي وفي العمر ده. لكن في لعبة القضاء والقدر دي، انا كنت السلاح، انا اللي هتسأل قدام ربنا، انا اللي هتسأل وهتحاسب. فانا ما بنصحش، انا ما بنصحش حد، انا اقل من ان انا انصح حد، ولكن اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انا بحاول طول الوقت على الاقل بيني وبين نفسي ان انا الحاجه اللي انا غلطان فيها بيني وبين نفسي بقول ان انا غلطان. ما بحاولش، او حتى لو كبرت بحاول ان انا ما اكررش نفس الغلطه. انا متاكد ان الشخص اللي قال عليه احمد بعد ما طلع مع ابراهيم فايق الله يرحمه يعني احمد، قال انا لفيت على الدكاتره كلها علشان اعرف السبب، المشكله اللي حصل لي، اللي حصل لي بسببها المشكله دي. كل الدكاتره يقولوا لي يا ابني مفيش حاجه، طبيا مفيش، ولكن
نفسيا ممكن يكون فيه، ممكن يكون حد زعلك، ممكن يكون انت زعلان من حاجه. وفعلا هو قال انا فعلا مقتنع بده، لان انا قبل الحادثه دي بكذا يوم انا كنت مأذي نفسيا من شخص قلل مني وأهاني. وده فكرني بحادثه حصلت تقريبا من سنه. كان شيخ مات بعد وقوفه على المنبر او على المنبر بساعات. اتشتم واتهان واتقل منه من شخص واتنين في مسجد وفي بيت ربنا. اتقل منه بكلام مؤذي نفسيا. الراجل ما قدرش يستحمل، روح وفي حضن مراته قال لها انا مش مسامح الشخص اللي اذاني ده. وفعلا هو مات للسبب ان هو اتاذى نفسيا. الكلمه مش سهله، الكلمه نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخه يعتز بها النبل البشري. ده ديالوج فعلا اللي عايز يفهم معنى الكلمه بجد وقد إيه هي ممكن تاثر في حياه الناس، ممكن تاثر. لازم كلنا نبقى فاهمين حاجه زي كده. انا متاكد ان الشخص اللي اذاه بالكلام ده هو هو ما كانش اول مره يعمل كده. لا، هو ممكن دي طريقته، او ممكن هو عمل كده مع اكتر من شخص لحد ما بتيجي في مره وشخص ما يستحملهاش، شخص اتاثر فيه. ليه احنا نكون اسلحه على رقبه بعض؟ ربنا يا رب يجعلنا من المظلومين ولا يجعلنا من الظالمين، او ربنا يا رب ما يجعلناش من الظالمين يعني، ولا حتى المظلومين، لان حتى ده كمان بتبقى ابتلاء صعب شويه. ربنا يعافينا يعني من الابتلاءات. ربنا يحسن خاتمتنا، ربنا يلهمنا حسن الخاتمة، يلهمنا عمل الخير اللي يخلينا نستاهل حسن الخاتمة. ربنا يا رب يجعل كل خير كان في ميزان حسناتك يا أحمد. ربنا يرحمك ويصبر أهلك. وأخيرا ده الموت علينا حق، وكلنا كاس ولازم هندوق، وكل واحد في المحطة بتاعته. احنا راكبين قطر، اللي بينزل في المحطة بتاعته، لا حد بينزل بدري ولا حد بينزل متأخر. العبرة مش بالموت، العبرة بالخاتمة. العبرة بنا ايه عند ربنا. كورة نتكلم نهزر نتريق براحتنا، نعمل كل حاجة، بس ما اذيش حد نفسيا. ما اقولش كلمة ممكن تأثر في شخص او في حد. الكلمة صعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الكلمة الطيبة صدقة. يبقى على النقيض تماما عكس الكلمة الطيبة. والكلمة الغير طيبة أكيد سيئة، أكيد حاجة صعبة، أكيد عند ربنا كبيرة. أنا مش بنصح حد، أنا كنت بتكلم ب... بطلع طاقة بعد ما سمعت الخبر ده، وبعد ما بنشوف الدنيا اللي مش مستاهلة حاجة، اللي لازم كل وقت من الأوقات كده يحصل حاجة تفكرنا بحاجة احنا عارفينها. ربنا يلهمنا حسن الخاتمة، وارحم أحمد وجميع موتانا وموتى المسلمين. بس كده، شكرا.